موعد مباراة النادي الاهلي ونادي شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الاولى من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا. بس قبل اي حاجة، لو انت مهتم باخبار النادي الاهلي اعمل متابعة للصفحة عشان يوصل ليك كل جديد. بعد خبر سعيد اعلنه النادي الاهلي بموافقة السلطات المصرية على حضور الجماهير بالساعة الكاملة لاستاد القاهرة في مواجهة شبيبة القبائل في افتتاح دور المجموعات، النادي وجه شكر لوزارة الداخلية والقيادة الامنية على الاستجابة والتيسير للجماهير في الماتش المرتقب. الاهلي هيخوض دور المجموعات وهو موجود في المجموعة الثانية اللي بتضم شبيبة القبائل الجزائري والجيش الملكي المغربي ويانج افريكانس التنزاني. مجموعة قوية جدا وكل نقطة فيها هتفرق مع النادي الاهلي. الاهلي داخل مواجهة شبيبة القبائل الجزائري وهو بيحتل المركز الثاني في الدوري المصري، اما شبيبة القبائل فداخل اللقاء وهو في المركز الثامن في الدوري الجزائري، وده بيزود الضغط على الفريق الجزائري انه يطلع بنتيجة ايجابية من القاهرة. الاهلي داخل البطولة وهو شايل تاريخ كبير وطموح اكبر، زعيم القارة مع 12 بطولة دوري ابطال افريقيا، وبيسعى لتحقيق اللقب ال13 خصوصا بعد خسارته النسخة اللي فاتت في نصف النهائي قدام صن داونز. اما الدفعه الاهم المعنويه للنادي الاهلي ان الاهلي داخل مواجهته الاولى بعد ما خطف بطوله السوبر من غريمه التقليدي نادي الزمالك، وده مدي الفريق حاله معنويه عاليه جدا قبل بدايه المشوار. لكن المباراه مش كلها اخبار سعيده، في غيابات مؤثره في النادي الاهلي زي جراديشار اللي موقوف مباراتين بعد الطرد الاخير، وتريزيجيه اللي عنده اصابه في العضله الخلفيه، وحسين الشحات اللي لسه ما تعافاش من مزق بوتر الخلفيه. اما اشرف داري فلسه مستمر في التاهيل. وفي وسط الغيابات دي الاهلي استعاد ورقه مهمه جدا وهي امام عاشور اللي جاهز للمشاركه بدايه من مباراه شبيبه القبائل بعد ما الجهاز الطبي اكد سلامته وقدرته الكامله على الدخول في المباريات. اما عن موعد المباراه فالمباراه يوم السبت 22 نوفمبر 2025، وهتنقل المباراه على قناه بين سبورت القدريه 6 اتش دي وعلى قناه تايم سبورت الارضيه مجانا عبر الهواء الارضي. وبكده وصلنا للنهايه. لو انت مهتم باخبار النادي الاهلي اعمل متابعه للصفحه عشان يوصل ليك كل